السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب ان شاء الله. الناس اللي شافت مباراة منتخب مصر الاول ومباراة منتخب مصر الثاني، منتخب مصر حسام حسن، كابتن حسام حسن، منتخب مصر الثاني كابتن حلمي طولان. والله انا وجهة نظري، انا شفت الماتشين. يعني منتخب حلمي طولان تمام بيقدم كورة. والله يا جماعة كابتن حلمي طولان مع المنتخب الثاني اقسم بالله بيقدم كورة ومنتخب بيلعب، وناس فعلا يعني مقدرة التيشيرت اللي هي لابساه. حرفيا هما الماتشين طبعا وديين، ولكن المنتخب الثاني يا جماعة دي بروفة ما قبل كأس العرب، ومنتخب مصر الاول على الكابتن حسام حسن دي بروفة ما قبل كأس تمام. فانا وجهة نظري يعني المنتخب الاول بيقدم عبث مع الكابتن حسام حسن يعني. كلنا شفنا منتخب مصر طبعا كان مع منتخب الجزائر ند بند، وفي الاخر يعني فازوا بالمباراة 3-2. ناس عندها روح، ناس بتلعب، ناس لعبت، ناس خايفة على التيشيرت اللي هي لابساه، ناس عارفة يعني ايه منتخب مصر. ولكن اللي حصل مع المنتخب الاول والكابتن حسام حسن، انت لا تشكيل ولا تكتيك ولا فنيات ولا خطة ولا اي شيء. انا قاعد بشوف المباراة، انا مش عارف الكابتن حسام بيلعب بخطة ايه اصلا. حرفيا والله انا ما عارف هو بيلعب بخطة ايه. فده عبث، ما تنتظروش يعني. انا والله يعني الواحد والله يا جماعة مش عايز يعني ايه يعني يكسر مقاديف الناس بقى، ويعني ايه ويفسد املهم. ولكن انا وجهة نظري بالطريقة دي وبالشكل ده، انا متوقعش ان منتخب مصر هيعمل حاجة في كأس مبروك علينا الخروج المشرف من المجموعات، بالمنظر ده مش هينفع. مش هينفع لا اداء ولا نتيجة ولا لعب ولا اي حاجة. هي المشكلة مش في الخسارة يا جماعة، والله مش ان احنا خسرنا، ولكن مفيش كورة يا جماعة. مفيش كورة ولا في خطة ولا في اي حاجة ولا حتى التغييرات ولا اي حاجة والله. ايه المشكلة لما تبقى خسران 2-3؟ ايه المشكلة؟ ولكن انت بتأدي على الملعب، بتأدي على ارض الملعب، في لعب، في تكتيك، في فنيات، بتروح على المرمى هجمة واتنين وعشرة. ولكن هي مش ماشية معاك بقى، مفيش عدم توفيق. لا في الحالة دي لا، الكابتن حسام كده ما عندوش ذنب، مش هينزل هو يجيب جون. انما انت مفيش حاجة خالص. طب انت كحسام حسن فين دورك؟ انت بتعمل ايه؟